كنقدم لكم واحد الحلوى قديمه سميتها حلوه البهله. كنديروا فيها 250 غرام زبده، كنديروا فيها كاس ديال السكر كلاصي مع عامش ديال العنبه، كنديروا فيها 150 غرام ديال الججلان محمر، كنديروا فيها 150 غرام كاوكاو تا هو محمر ومطحون، قبصه ملح، وكنديروا فيها هنايا الزيت الروميه، كنديروا فيها 2 كيسان ديال العنبه ونص، وكنديروا فيها 2 خمارات والفاني تا هو التنسيم. 2 خمارات من فئه 14 غرام في الوحده. هذه بالنسبه لاوروبا كنديروا فيها 2 خمارات، وبالنسبه للمغرب كنديروا فيها 4 الخمارات ديال 7 غرام، والدقيق حسب الخليط. وملي نخلطو خاصها تكون شويه قاصحه باش ما تهبطش لينا ملي تكون طيب. وتابعوني من بعد ملي نجمعها عادي نصورها معكم. دابا ملي خلطتها ها هي خاصها تكون قاصحه، شتيها تكون قاصحه باش بحال نقولوا بحال تكون شويه بحال كتفرتت. هي هذيك باش ملي الا كانت رطبه بزاف عادي تهبط لينا، يعني خاصها تكون قاصحه باش تبقى واقفه ملي نكوروها. وحنا كورناها بحال هكا صافي، كنكوروها ومن بعد كنقيسو غير من هنا من الوسط واحد شويه صافي، نضغطوا عليها واحد شويه من الفوق وهي كتبقى بحال هكا طالعه صافي. ومن بعد غادي ندخلوها للفران، يكون مسخن، ونديروه في النص ديال الفران ونشعلوا عليها من الفوق حتى تفرقع، ومن بعد نطفيوه الفوق ونشعلوا من التحت باش نكملوها في الطياب صافي.